ولا زي ما هو اخذته؟ لا زي ما هو، زي ما هو العمل ملحن كامل. كل شيء جاهز قدامي. انا ركبت صوتي فقط. كم جلست يوم تركب الصوت؟ يوم واحد، ما اخذ معنا وقت طويل. ما كان عندك اي ملاحظات على الطبقه، على اللحن، على الكلام؟ كان الطبقه شوي يعني كانت مرتفعه، لكن ما كان يسعفنا الوقت، ما كان يسعفنا الوقت، ولازم كنا نسلم العمل مثل بكره او شيء. احنا لها يعني. وانت لما سجلت كنت بالحالك ولا كان معك عايض وغادة؟ انا كان معي الفنانه مسيه بالخير اخوي عايض، والفنانه غاده ما شاء الله. طبعا غاده من اجمل الاصوات اللي ان شاء الله راح تسمعونها قريب. وكيف كان التعامل؟ التعامل جدا جميل ولطيف، وسبق ان عايض صديق اخ وفنان احبه واحب اعماله، وفنان سعودي جميل يعني. ما كان في اي نوع من يعني عاده لما يدخلون الفنانين يسجلون عمل زي كذا ايه في تحدي اصوات، يعني في تحدي امكانيات. لا ما حسيت بهالشيء؟ لا بالعكس، كانت الروح حلوه يعني. لا انا ولا زملائي اللي معي يعني كنا نشجع بعض وفرحانين في النقطه الجديده اللي هذه سويناها، فاللهم لك الحمد. مثل ما انت شايف الاصداء والاشياء اللي صايره. كيف شايف ردود الفعل؟ جدا جميله، جدا جميله وابهرني، وانا دائما اشكر الله واحمده على نعمه جمهور فهد منفصل، لانه من بدايه من مسيرتي الى يومك هذا هو داعمني، وان شاء الله انا حريص عليهم ولا راح يسمعون الا من هذه وازود باذن الله. لك في الرياضه ولا مالك في الرياضه؟ والله ما لي ميول في الرياضه، انا اشجع المنتخب السعودي وهذا السعودي فوق بس. مالك في الانديه؟ مره ولا يعني لك وما تبي تقول؟ لا والله مالي يعني. مالك علاقه؟ ماني حريص جدا، انا اشجع المنتخب السعودي بس. اليوم انت لما تيجي تطالع في هذا الفن، فن الشيلات، إيه؟ لما يكون يمثل جزء من الثقافه في المجتمع السعودي ويقدم بشكل رسمي في حدث مثل هذا، حدث كاس العالم، انت اليوم واحد من الشباب اللي تعتبرون من نجوم هذا اللون. صحيح. تشعر انه هذا تتويج لهذا اللون؟ لانه في ناس كانت في يوم من الايام تحاربه شوي او ترى انه اقل من الفن او انه دخيل. انت اليوم لما تشوف يقدم بهذا الشكل الرسمي في هذا المحفل الرسمي الكبير ليعبر عن مجتمع، بالضبط، تحس انه يعني انتصار لكم انتم؟ انتصار وفخر، ولا شك انه محارب كان، وهذا الشيء اللي صار واللي يعني اللهم لك الحمد اعتبره تتويج للشيلات، لان الشيلات ارقام حقيقيه متابعينها من كل انحاء الدول، فاللهم لك الحمد يعني اعتبرها انتصار. السعودي فوق وعمل كاس العالم هذا انتصار لمجال الشيلات كامله. الاغنيه ذي بالذات تختلف عن كل شيء انت سويته قبل، اكيد صح ولا لا؟ اكيد اكيد اكيد. اغنيه كاس العالم يعني انا اعتبرها مرحله في حياتي لن انساها. لا اللون نفسه، الطريقه نفسها. كيف قصدك؟ يعني كل اللي سويته انت قبل شيلات بس. اي بالضبط. هذه الشيله مع الاغنيه مع شوف هو فن واحد لكن يختلف من الالوان، يعني اللي كنت اغنيها انا شعبيه اللي قبل يعني اعمالي اللي واصله هي اللي وصلتني الى ما وصلت اليه الان يعني. فالالوان تختلف، هو فن واحد جميل بكل حالاته. الشيلات لون عظيم والمبدعين واجد اللي فيه، وراح يقدمون ان شاء الله اعظم واذهل باذن الله. انا استضفت مقدمي الحفل كان سعيد الحمد ونعم وياسر سقاف، واليوم انت معانا. وقت الاعلان ايه وخروج الاغنيه كيف كان شعورك؟ والله شعور مليء بالفخر، وشعور يعني شو اقول لك، شيء يعني اللهم لك الحمد. تشوف فرحة السعوديين هذول كلهم أنا جزء بسيط منهم، بس إني أشوف نزولها في هذاك الوقت على مع الإعلان شيء عندي والله ما أقدر أوصفه الصدق. اللهم لك الحمد. ممكن تسوي في يوم من الأيام شيلات للأندية؟ أكيد، ليش لا؟ ما تخاف يعني إنه والله أسوي للنصر والهلاليين يزعلون، أو أسوي للأهلي الاتحادين يزعلون؟ بنرضيهم ولا تسوي للأربعة؟ بنرضيهم كلهم، ما عليك. ما عندك مانع تسوي؟ لا ما عندي مانع بالعكس. نشوف الكليب يا شباب مرة ثانية لو سمحت.